ده مش براد شاي، ودي مش واحدة حامل، وده مش واحد قاعد في الحمام، ودي كمان مش علامة إنك لازم تبقى شبح وتنزل تعمل دريفت. دي كلها علامات إنذار في التابلو بتاع عربيتك، كل واحدة ليها معنى معين وبتحاول تقولك الحقني قبل ما تحصل كارثة. النهاردة مش بس هكلمك أو أفهمك كل علامة معناها إيه، كمان هقولك تتعامل معاهم إزاي عشان تحمي عربيتك وتوفر على نفسك مصاريف كبيرة. سواء كنت سايق في الشغل مع العيلة أو حتى بتخرج مع أصحابك، العلامات دي مش مجرد أنوار للزينة، دي رسالة بتقولك إيه اللي بيحصل في عربيتك. فخلينا نبدأ مع أشهر العلامات اللي بتخوفنا كلنا. أول حاجة لمبة الموتور، أكتر لمبة مرعبة لأي حد لما تنور. الواحد بيبدأ يتخيل إن الموتور هينفجر، لكن أحيانا الموضوع أبسط من كده بكتير. اللمبة دي بتنور لما الكمبيوتر بتاع العربية بيلاقي مشكلة زي حساس عطلان أو بنزين مش نظيف. فأول حاجة تعملها حاول تلاحظ هل العربية بترعش، هل العربية ما بتسحبش، هل في أي اختلاف في أداء العربية. لو ما لقيتش أي حاجة من الأعراض دي تقدر تسوق العربية لحد ما تفحصها تتأكد إن الموضوع بسيط. لكن لو لقيت أي حاجة من الأعراض دي من الأفضل تكلم التوكيل لو العربية على الضمان، أو تبعتها على ونش لأقرب مركز خدمة عشان ما يحصلش أي أضرار زيادة. تاني حاجة لمبة الزيت، شكلها زي إبريق شاي صغير، لو نورت اعرف إن زيت الموتور قليل أو الترمبة مش شغالة كويس. الموضوع خطير جدا لأن الزيت هو اللي بيحمي الموتور، لو شفتها اركن فورا وشوف مستوى الزيت، لو ناقص زوده، لو مش ناقص لازم تروح مركز صيانة يفحصها. تالت حاجة لمبة ضغط الكاوتش، ودي شكلها زي عجلة عليها علامة تعجب، لما تنور معناها إن ضغط الكاوتش مش مظبوط، لو طنشتها ممكن الكاوتش يتآكل أو يفرقع. وضروري لازم تتأكد من ضغط الكاوتش الخاص بعربيتك حسب توصيات الشركة المصنعة، مش كل الكاوتش بتظبط على 32 زي عمال المحطات ومحلات الكاوتش ما بيعملوا. كل كاوتش ليه نسبة ضغط معينة سواء للكاوتش الأمامي أو الخلفي، أو حتى سواء العربية فيها حمل زيادة ومسافر أو حمولة خفيفة أو راكب لوحدك. طب هتقولي أعرف الكلام ده منين؟ هتلاقي دايما جدول في كتيب الصيانة بتاعك، أو في غطا التانك، أو في قايم باب السواق لما تفتحه. اتأكد من نسبة الضغط المظبوطة لمقاس كاوتش عربيتك. رابع حاجة لمبة الحرارة، دي شكلها زي ترمومتر طالع من مية، لو نورت معناها إن الموتور سخن زيادة. السبب ممكن يكون نقص المية في ريديتير نتيجة تسريب أو عطل في نظام التبريد. أول حاجة تعملها اركن فورا وسيب الموتور يبرد وافتح الكبوت وشوف مستوى المية. اتأكد لو في أي آثار لتسريب مية التبريد، لو ناقصة زودها، بس لازم تزودها والعربية دايرة عشان ما تضربش وش السلندر، أو تستنى لغاية لما العربية تبرد خالص وبعد كده تزود المية. لو مية التبريد مستواها تمام لازم تروح مركز صيانة يشوف المشكلة ويفحص جميع أجزاء دورة التبريد. خامس حاجة لمبة ال ESP، اللمبة دي شكلها زي عربية عليها خطوط متعرجة، لما تنور معناها إن نظام الثبات الإلكتروني مش شغال. ده النظام اللي بيساعدك تمسك الطريق لما العربية تتزحلق سواء سايق في مطر أو دخلت أرض فيها زيت أو تراب. لو نورت فجأة خليك حريص في السواقة وروح مركز صيانة، لكن لو نورت بعد ما عملت حركة خطيرة يبقى النظام بيقولك كفاية هزار. سادس حاجة علامة الإيرباج، علامة الإيرباج معناها إن في مشكلة في الوسادة الهوائية. ده خطر جدا لأن الإيرباج ممكن ما يشتغلش وقت الحادثة لا قدر الله، أو أسوأ من كده إنه ينفجر لوحده لو في مشكلة في نظام الوسائد الهوائية. لو شفتها لازم تروح مركز صيانة متخصص يشوف المشكلة دي فورا. سابع حاجة لمبة البطارية، ودي معناها إن البطارية مش بتتشحن، وفي الغالب بيكون السبب هو الدينامو اللي وظيفته يشحن البطارية وهي شغالة، أو العمر الافتراضي للبطارية انتهى. المشكلة لو ما حلتهاش العربية فجأة هتلاقيها مش بتدور في وقت انت محتاجها جدا. لازم تفحص حالة البطارية وتغيرها لو البطارية بس المشكلة، وكمان لازم تتأكد ان الدينامو او نظام الشحن شغالين بكفاءة. واهم حاجة في العربيات الحديثة تتأكد ان مفيش كنترول من كنترولات العربية بيفضل شغال بعد ما تبطل العربية، وفي الغالب ده اللي بيفضي البطارية بالظبط اكنك سبت نور شغال والعربية راكنة. تامن حاجة لمبة الفرامل، ودي لمبة بيكون في الغالب لونها احمر وفيها علامة تعجب. دي معناها حاجة من اتنين، يا إما زيت الفرامل ناقص أو في مشكلة في نظام الفرامل نفسه. في الحالتين الموضوع مش هزار، شيك على مستوى زيت الفرامل ولو تمام لازم تروح لمركز خدمة أو لميكانيكي يتأكد من نظام الفرامل. سلامتك وسلامة أسرتك هي أهم حاجة. زي ما شفنا كل علامة في التابلو ليها معنى وبتحاول تنبهك إن في حاجة لازم تعملها. لو عندك أي سؤال عن أي علامة مش عارفها اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب عشان تعرف أكتر وتحافظ على عربيتك. سلام.